السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم أكبر كمية طحينة للعزومات وهتوفر معاكم جدا. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحط العيش في المية، دول 3 رغيف عيش في المية. إزاي نعمة هتحط العيش في المية؟ هتعملوا منه طحينة؟ هعمل أكبر كمية طحينة بالعيش المبلول. تغلي المية كده معاكم ونحط 3 رغيفة كده في العيش في المية، وهوريكم أكبر كمية طحينة زي الطحينة اللي بره الجاهزة. هتعمل يعني طبق كبير كده محترم، كأن طحينة جاهزة، كأنها كلها طحينة هو عيش مبلول في المية. هوريكم يلا الخطوات بتاعة الطحينة. هتعمل طبق كبير كده محترم، مش هتتخيلي ان هو العيش هو اللي هيعمل الطبق المحترم ده، وهتبقى معلقة واحدة بس طحينة هي اللي هتتحط في طبق الطحينة ده الكبير. طبعا هيغلي معانا العيش اهوت كده، العيش اهو لازم يغلي معانا كده اهو. العيش غلي اهو، هطلعه بقى معاكم، لازم يقلب كده حلو كده. هطلعه بقى معاكم بقى وايه وهصفيه. هطلعه معاكم كده، هطفي بقى على النار. هطلعه بقى كده اهو. العيش معانا اهو، هنحط بقى كل ده كده بقى في الخلاط. خليكم معايا كده خطوه بخطوه، هتتبهروا بصراحه ربنا بالوصفه الحلوه دي. هتتبهروا جامد ومش هتصدقوا ان كميه الطحينه دي هتوفر معاك قد ايه لما يكون في عزومات عندك او مشاوي او حاجه بالعيش. هتعملها معاكم الطريقه دي حلوه جدا جدا. هنا معاكم معلقه البابريكا، ملح اهو ما نكترش الملح. نحط معاكم 5 فصوص ثوم بالمنظر ده، 5 فصوص ثوم ومعلقه كبيره كمون. نحط كل المكونات دي كده اهو في الخلاط، وهنحط معاكم معلقه خل، ما نكترش بردك الخل، معلقه خل هي حلوه. وهنزود كل ده بميه السليق بتاعه العيش اهي. ميه السليق بتاعه العيش هنحط كوبايه كده معاكم بتاعه السليق بتاعه العيش. هنضرب بقى المكونات دي كلها كده بقى في الخلاط ده، واوريها لكم بقى لما تتضرب. كميه العيش اهي هنفضها بقى معاكم ونزود لها بقى طحينه كميه كبيره ان شاء الله. كميه قد ايه؟ كميه كبيره. ضربنا المكونات اهي كلها في الخلاط ما شاء الله، كله مع بعض اهو ما شاء الله. شوف القوام بتاعها، والله اللي يشوف يقولها كانها طحينه اهي بالظبط قبل ما يتحط فيها الطحينه اساسا، لان لون الطحينه طبعا بيبقى كده. انا حاسه ان هي القوام بتاعها تخين شويه، عايزه ازودها كمان شويه ميه من ميه السليق. هزودها ميه سليق معاكم. حاسه ان هي تخينه، ازودها شويه ميه كده، واحط معاكم معلقتين 3 معالق طحينه. هنضربها كده حلو قوي. اهم حاجه ان هي كمان بتتقل، فانا مش عايزاها تقيله قوي قوي، عشان كده زودت لها شويه ميه كمان. ان شاء الله كميه كبيره جدا، اللي يشوف يقول دلوقتي ان دي ايه، دي طحينه صافي، مش زي الطحينه اللي بتتباع بره مع الكفته المشويه والحاجات اللي بتبقى مشويه بره جاهزه، بتبقى كميات كبيره قوي كده. هزود معاكم بقى معلقتين طحينه كده، طحينه اهي. هنقلب بقى كده. لازم نقلب حلو قوي كده. هندوق بقى القوام بتاعها طعمه ايه. انا مش عايزه احلف ان هي فعلا طعمها زي كانها بالظبط زي الطحينه بالظبط بالظبط. بس عايزه اجيب بس سنه ملح صغيره، بس اجيب سنه ملح صغيره. البتنجانه بتاعتنا اهي، انا معايا 3 بتنجانات كده هنشويهم عشان يدونا لحم كده، لان البتنجان طبعا لما يعني بيتشوى بيطلع منه قشر وكده. فيا دوبك هعمل 3 بتنجانات على بال ما يتقشروا بقى، يعني يدونا ايه لحم وكده. هوطي النار، طبعا النار ده عليها هوطيها خالص خالص، لازم يكون نار هاديه جدا عشان يستوي معانا البتنجان. هوطي بقى النار خالص واوريكم. بغنوك كده. فات اهي الطحينه، ما اشتريناش من بره،
والبابا غنوج طبعا انتوا عارفين بياخد طحينه كتير. يعني احنا عملنا طحينه هنغمس بيها مثلا لما حاجات مشويه وتتحط معانا في التلاجة هتنفعنا كميه كبيره. وكمان في نفس الوقت عملنا معاكم البابا غنوج. البابا غنوج برضك انتوا عارفين انه بياخد كميه كبيره قوي قوي برضك من الطحينه. يعني هتوفر معانا في البابا غنوج وتوفر معانا ان احنا يعني ناكل بها اي حاجه إيه موجوده ناكلها بالعيش وكده، هتوفر معانا كميه كبيره. البابا غنوج برضك بياخد طحينه كتير معروف. ان شاء الله نزود كده كميه كبيره كده حلوه. كميه حلوه من بابا غنوج وكميه ما شاء الله حلوه من الطحينه اللي احنا عملناها توفير كده، وكميه حلوه قوي وطعمها في منتهى الجمال. لازم تجربوها. بابا غنوج الطحينه بتاعته كتير. هندوق بقى لو عايزه ملح ولا حاجه بقى نزودها. هندوق كده. ايوه عايزه شويه ملح، نجيب شويه ملح بقى. معاكم كمان بتنجان اهو. احسن حاجه في البتنجان لما انت بتجيبيه، اهم حاجه تجيبيه وتقطعيه وتحط عليه شويه ملح وتسيبيه فتره، بينزل الميه بتاعته كتيره جدا. فاهم حاجه في البتنجان لما انت بتغسليه وتصفيه مده طويله بينزل ميه كتير جدا. طبعا البتنجان انا صفيته ولا اكتر من مرتين ثلاثه من الميه اللي فيه، اكتر من 3 مرات. في ميه كتير ليه؟ عشان اعمل الصبح في شويه ميه في شويه ملح، واقوم عاملاه كده بقعد اعمله كده بالملح لحد ما يبقى كله فيه ملح. بقوم سايباه كده ينزل ميته بقى كتير. هنيجي بقى معاكم نقلي البتنجان ونعمل معاكم خطوه خطوه. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. بتنجان جميل كده وبعمل معاكم فلفل وبتنجان مسقعه يا جماعه غير الفلفل وبتنجان. احنا بنقول على المسقعه فلفل وبتنجان بس في ناس بتقول على المسقعه اللي هي باللحمه المفرومه دي مسقعه. احنا بنقول على الفلفل وبتنجان عاملين فلفل وبتنجان. في ناس بتقول عليه مسقعه وفي ناس بتقول عليه عاملين فلفل وبتنجان. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. بس انا عامه المسقعه دي اللي هي باللحمه المفرومه. يجي بقى معاكم البتنجان ما نطولش عليكم. ويلا معاكم كل كميه البتنجان اهو قليناه وحطيناه على مناديل اهو، عشان طبعا انتوا عارفين ان البتنجان بيشرب زيت جامد. الفلفل اهي بالمنظر ده حطيناها كلها اهي المنظر الجميل الحلو ده. طبعا هنسيبها بقى تتقلى كده بقى شويه، نوطي النار عليها خلاص عشان ما تتحرقش. ونعمل بقى الصلصه بتاعه الفلفل والبتنجان. هنقطع طماطم معاكم والثوم. خليكم معايا عشان تشوفوا احلى مسقعه تاكلوا صوابعكم وراها. لو كلتوا صوابعكم وراها انا مش عارفه هتاكلوا بايه بعد كده. انتوا حرين، انتوا حرين. ما شاء الله احلى حاجه في الفلفل والبتنجان لما نكتر التومه كده شويه. يا سلام بقى على ريحه التومه بتاعه الفلفل والبتنجان دي تحفه، حاجه حلوه قوي. تاكلوا بقى مسقعه. يا سلام، يا سلام على الريحه والجمال، يا سلام على الحلاوه، يا سلام على الطعامه. فعلا الفلفل والبتنجان ده فعلا هو اللي بياكل وبيفتح نفس الواحد بصراحه. احنا الايام دي نفسنا مسدوده اقسم بالله، مسدوده عن كل حاجه. فقلت اعمل بقى شويه فلفل وبتنجان كده يفتح نفسنا شويه عشان الواحد بصوا الحمد لله مفيش في نفس خالص لاي حاجه والله. انتوا حبايبي واخواتي بقول لكم بكل صراحه يعني، حبايبي اخواتي اللي متابعيني، الواحد ملوش نفس لاي حاجه الايام دي. فقمت قايله بقى قومي اعملي بقى شويه مسقعه كده يفتحوا نفس الواحد، ان نفس الواحد مسدوده خالص والله. اهو الايام الجايه ربنا يستر علينا. اهم حاجه ان التومه ما تتحرقش، تبقى دهبي دهبي دهبي.
ليلتنا كلها دهب ان شاء الله. ان شاء الله. صلى على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا بحب اهزر معاكم طبعا، عشان انتوا اخواتي وحبايبي. حبايبي 5 حبايبي. ولو اتفرجتوا الفيديو على الاخر هيبقى 6 حبايبي. ماشي. هنجيب بقى الطماطم بقى اللي احنا مقطعناها معاكم تقطيعه صغيره كده. وفي سر برضك في الفلفل البتنجان لما تقطعه معاه قرن فلفل حراق كده مع الطماطم كده، بيبقى ني، بيدي طعم حلو جدا للمسقعه. هعلي بقى النار شويه كده، عشان ايه النار ايه واطيه شويه. هعلي بقى شويه عشان احط الطماطم ايه معاكم. المسقعه بتحب الطماطم الكتير، عشان بتدي كده صوص كده حلو كده للفلفل البتنجان. لما الطماطم بتاعته تبقى كتير بتغمس كده، وبتبقى الطماطم حلوه. استنى سنه كمان كده. كتر الثوم شويه في الفلفل البتنجان، بيديله طعم كمان ايه احلى. مقطعين بقى طبعا الطماطم حتت صغيره خالص. هنحط لها بقى شويه ميه كده، ونسيب بقى كل ده يتسبك مع بعض كده. ولما يتسبك خالص بقى كده اوريكم. احط شويه ميه صغيرين معاكم، ووطي بقى عليه النار خالص، واسيبه بقى ايه يتسبك حلو. الميه مش كتير، بس حبه كده صغيرين. يتسبك بقى الطماطم بقى حلوه قوي. مقطعه معاكم فلفل اخضر اهو، بيبقى حلو قوي الفلفل الاخضر ده. وهو كده ايه، وهو بيبقى ني كده، عاطي طعم حلو جدا مع الطماطم كده لما بتتقطع بالمنظر ده. بيبقى اخضر يعني، بيدي طعم حلو. طبعا هو حراق قوي، لما نحب الطماطم حراقه. واسيب بقى ده كده يتسبك كل ده كده مع بعض، ويتسبك كده حلو، والطماطم كده تبقى جميله كده. ونعمل معاكم شويه المسقعه تاكلوا صوابعكم وراه. انا بقى شويه كده لما تتسبك شويه. لسه ما غليتش معانا، لسه بقى تتسبك حلو. ما شاء الله. التسبيكه بقت حلوه اهي. هنغرفها بقى معاكم ونوريكم بقى المسقعه الجميله الحلوه تبقى عامله ازاي ان شاء الله. معاكم. ايه رايكم في المسقعه الحلوه دي؟ ادي اول طبق معانا اهو. ما شاء الله جميله جدا المسقعه، وريحتها حلوه قوي قوي. تفتح النفس.